بيبدأ الفيلم مع زوجين بيكونوا راجعين للبيت، والزوج بيكون اسمه ديريك والزوجة اسمها ميلاني، وبيكونوا متجوزين وبينهم قصة حب بقالها 3 سنين. وبيكون ديريك محضر لها مفاجأة في عيد ميلادها وعازم كل أهلهم وأصحابهم. وبنعرف إن ديريك بيشتغل مصمم في شركة دعاية وإعلان كبيرة، أما ميلاني عندها معرض لبيع الأساس، ولكنها بتعتمد على صاحبتها المقربة إليسا في إدارة المعرض ده. وبيتكلموا في الحفلة عن ميعاد مهم تاني يوم مع مستثمر كبير هيجيلهم في المعرض. وبتنتقل الأحداث لملجأ للأيتام، وبيكون في 2 حرامية بيسرقوا سجلات الأيتام اللي في الملجأ. ومشرفة الدار بتسمع صوت حركة في واحد من المكاتب، وبتستغرب لأن المفروض إن مفيش حد في دار الأيتام غيرها، فبتنزل تشوف إيه الصوت ده، ولكن واحد منهم بيروح خانقها وبيخلص عليها. وتاني يوم الصبح ميلاني وإليسا بيلاقوا المستثمر اللي كانوا بيتكلموا عنه داخل عليهم، وبيعرفهم بنفسه وبيكون اسمه ريموند. وأول ما بتشوفه إليسا بتعجب بيه، وريموند بيقدم لميلاني عرض شراكة، وبيقترح إنه يزورها تاني يوم في البيت علشان يناقش معاها العرض ده. ولما ميلاني بتروح البيت بتحكي لديريك عن العرض اللي متقدم لها من ريموند، وبتحكي له ان اليسا صاحبتها اول ما شافت ريموند اعجبت بيه، وبقت متلخبطه ومش عارفه تتكلم. وشويه وبيرن الجرس وبيجي ريموند، وميلاني بتعرفهم على بعض. ولما بيسلم على ديريك بيسرح وبيقول له انت بتفكرني بحد اعرفه. وقبل اي كلام في الشغل بيطلب منهم ريموند انه يدخل الحمام. وتاني يوم بيكون ديريك بيحضر الفطار وبيلاقي ميلاني كاتباله حاجه، فبيرد عليها في ورقه تانيه وبيسيبها لها، ودي تبقى عاده هم متعودين يعملوها كل يوم. وبيفطر ديريك وبيطلع علشان يركب عربيته، لكنه بيتفاجئ بشخص قاعد في المقعد الخلفي وبيحقنه بمخدر وبيخطفه. ولما بيفوق ديريك بيلاقي نفسه محبوس في غرفه ومربوط بكلبشات في السرير، وبيلاقي واحد قاعد في الضلمه وبيكلمه، وبيقول لديريك على كل تفاصيل حياته، وبيكون عارف عنه ادق التفاصيل زي اسمه واسم مراته ومكان القصر الجميل اللي هو عايش فيه، وكمان معلومات عن شركه الدعايه والاعلان اللي هو شغال فيها. وديريك بيحاول يعلي صوته علشان حد يسمعه وبيطلب المساعده، ولكن الشخص ده بيقول له ان هم في مكان معزول ومحدش هيسمعه. وبيطلب منه الشخص ده ان هو يحكي له باقي تفاصيل حياته اللي هو ما يعرفهاش، وبالذات التفاصيل المهمة على مدار ال20 سنة اللي فاتت، وفي الحالة دي بس ممكن يسيبه يعيش. فبيسأله ديريك انت ليه بتعمل كده؟ فبيقول له علشان انا هاخد منك حياتك وهعيشها مكانك. واخيرا بيظهر الشخص ده من الضلمة، وبيتفاجئ ديريك بانه نسخة طبق الاصل منه، وان الشخص ده هو توأمه أليكس. وبيفرجوا أليكس على شاشة فيها 4 كاميرات مراقبة بتصور القصر بتاع ديريك من جوه حتى اوضة النوم بتاعته. فبيعرض عليه ديريك فلوس علشان يسيبه، ولكن أليكس بيرفض وبيقول له انه هيفضل محبوس هنا وهيتفرج عليه من الشاشات دي، لان هو واخد القرار خلاص وهياخد حياته منه، وكمان هياخد مراته. اما الفلوس فهو كده كده هياخدها، لانه من النهارده هيبقى ديريك. وبيبدا أليكس ينفذ خطته بانتحال شخصيه اخوه ديريك، واول حاجه بيعملها انه بيتصل بميلاني وبيقول لها انه مسافر شيكاغو علشان عنده مؤتمر مهم. فبتساله هيسافر امتى، فبيقول لها هيروح البيت الاول ياخد هدوم وياخد شويه حاجات مهمه وهيروح المطار. وطبعا هو مش متصل بيها علشان يحكي لها ولا حاجه، انما هو متصل بيها علشان يشوف هتلاحظ فرق الصوت ولا لا. وطبعا بيكون ديريك قاعد سامع كل ده ومش قادر يتكلم، لانه لو اتكلم أليكس هيقتله. وبعد ما بيخلص المكالمه بيقول له ديريك ان ميلاني هتعرف اول ما هتشوفه. فبيقول له أليكس ان لو ده حصل هيقتلها وهيقتله. وبيطلب منه أليكس كل الباسوردات بتاعت حسابات البنوك. وبالليل بتكون ميلاني قاعده وبتسمع صوت باب بيتفتح، فبتقوم علشان تشوف في ايه، وبتاخد معاها ازازه علشان لو في حرامي تضربه بيها. وبتفضل تدور جوه البيت وبتلاقي باب مفتوح ولكن مفيش حد. وبعد شويه بيتصل بيها أليكس على اساس انه ديريك وبيطمن عليها، وبيكون ده اختبار مهم علشان يعرف ميلاني هتعرفه ولا لا. وفعلا ميلاني بتلاحظ ان طريقه كلامه متغيره، وكمان بيستخدم مصطلحات اول مره تسمعها منه. فبيقول لها ان هو بيحاول يجدد كلامه علشان ما تملش منه. ولما بيقفل معاها بيطمن انها ما عرفتوش، وبيرن جرس البيت اللي فيه أليكس. ولما بيفتح أليكس الباب بيلاقي واحد من الجيران، وبيقول له انه لما شاف البيت منور جاله فضول يعرف مين اللي في البيت، خاصه انه عارف ان صاحب البيت مسافر. ومن ده بنفهم ان أليكس اقتحم بيت فاضي مش بتاعه علشان ما حدش يقدر يتعقبه. وبما ان الراجل ده هيكتشفه بيشده لجوه البيت وبيضربه بطلقه في دماغه بمسدس كاتم للصوت. وتاني يوم بيكون أليكس في البيت على اساس انه ديريك ورجع من السفر، وبيكون منتظر ميلاني ترجع من شغلها. وبيرن جرس الباب، ولما بيفتح بيلاقيه زميل ديريك في الشغل، وبيطلع انه كان متفق مع ديريك من زمان انهم هيلعبوا جولف النهارده. وأليكس بيتوتر وبيقفل الباب، وبيدخل مكتبه وبيكون متوتر وقلقان انه يتكشف، وبيحاول يهدي نفسه. وبيكلم واحد يروح يسأل ديريك عن مكان عصيان الجولف، وبيتفاجئ بالراجل دخل البيت وسمعه وهو بيتكلم عن ديريك، وبيسأله هو ايه اللي بيحصل. فبيقول له انه كان بيستعد نفسيا للعب الجولف، وبيطلع عصايه من الشنطه وبيضربه بيها. في الوقت ده بتكون ميلاني وصلت بعربيتها عند باب البيت، وأليكس بيحاول يخبي الراجل بسرعه قبل ما هي توصل. ولما بتدخل ميلاني للبيت بتنده عليه علشان تعرفه انها جات، ولكنها مش بتلاقيه في البيت. ولما بتدور عليه بتلاقيه داخل من الباب، وبيقول لها انه كان بيلعب جولف ولسه راجع، وبيطلب منها انها تطلع لغرفتها وما تنزلش علشان بيحضر لها مفاجاه. وبيقول
لها تقابله في الحديقة الساعة 7. وميلاني بتلاحظ انه بيتصرف بطريقة غريبة ولكن مش بتهتم كتير للموضوع. وبالليل بتنزل ميلاني بتلاقيه مولع نار ومنتظرها علشان يسهروا سهرة رومانسية، ولكنها بتقول له ايه اللي انت عامله ده، وبتستغرب انه حاطط منديل في جيب البدلة وهو عادة مش بيحط منديل. وبتقول له انه بيتصرف برسمية وان اكتر حاجة بتحبها فيه انه على طبيعته. فبيقول لها انه حابب يشربوا كاس على امل انهم يبداوا حياة جديدة وينسوا الماضي. فبتقول له انها بتحب ماضيهم مع بعض ومش عاوزة تنساه. وبيلاحظ أليكس ان كل ما بيتكلم الموضوع بيسوء اكتر وبيبقى مش عارف يقول ايه. وتاني يوم الصبح بتصحى ميلاني وبتكلم إليسا في التليفون وبتقول لها انها حاسة ان ديريك متغير معاها وبيتصرف بغرابة وكأنه مشتت وبينسى كتير. واثناء ما هي بتكلمها بتدخل المطبخ وبتلاقي الورقة اللي بيكتبوها لبعض زي كل يوم، وبتلاقي ان ديريك مش كاتب لها حاجة، وكمان مش بتلاقي ديريك عامل لها قهوة زي كل يوم. وهنا بتحس ميلاني ان في حاجة غلط. وبيكون ديريك مرضيش يقول لأليكس على التفصيلة اللي متعودين يعملوها الصبح علشان ميلاني تبدأ تشك فيه. وبعد شوية بتروح ميلاني للمعرض وبتحكي لإليسا على اللي حصل، وبتقول لها انها حاسة ان ديريك مش طبيعي، وبتتكلم على موضوع انهم بيكتبوا لبعض رسالة على الورقة، وتحضير القهوة مش حاجة عادية ولا حاجة تتنسي لانهم من ساعة ما اتجوزوا وده جزء اساسي اليوم مش بيبدأ الا بيه. واثناء ما بيتكلموا بيدخل واحد جايب ورد لميلاني وبيقول لها انه من جوزها ديريك، وده بيزيد من استغراب ميلاني لان ديريك عمره ما جاب لها ورد. وميلاني بتقول لإليسا انها حاسة انه مخبي عليها حاجة، وبتشك انه لما كان مسافر عمل حاجة غلط وانه سافر فعلا بس كان بيخونها، وغالبا بيعمل كل ده علشان يكفر عن ذنبه. وشوية وبيجي ريموند المستثمر واللي بيستعجل ميلاني في انهم يوقعوا عقود الشراكة بينهم، وبيكون في اعجاب متبادل ما بينه وما بين إليسا. في الوقت ده بتشوف ميلاني من ورا الازاز ان أليكس بيبص عليها من بره، ولكن لما بتخرج ما بتلاقيش حد واقف. وبعدها بتروح ميلاني مع إليسا يقعدوا في بار ويتكلموا، وبتقول إليسا انها معجبة بريموند وحابة تتعرف عليه اكتر بس مش عارفة ازاي. فبتقترح عليها ميلاني انها تعزمهم على العشاء، وبكده هيلاقوا فرصة يتكلموا سوا ويتعرفوا على بعض اكتر. وبيجي يوم العزومة وبيكون الاربعة قاعدين على العشاء، وبتحكي إليسا ان ديريك وميلاني بينهم قصة حب قوية، وبتقول لميلاني تحكي لهم اتقابلوا وتعرفوا على بعض ازاي. ولكن ميلاني بتقول ان ديريك بيحب دايما ان هو اللي يحكي قصة تعارفهم. فبيبص لهم أليكس وبيتوتر وبيحاول يتوه في الموضوع، ولكن بيلاقيهم مصرين يسمعوا القصة وبيتحايلوا عليه علشان يحكي. فبيبص في الكاميرا السرية اللي زارعها عند السفرة وبيكون عارف ان ديريك شايفه. وبيحكي أليكس ان من 3 سنين، فبتصحح له ميلاني وبتقول له من 3 سنين ونص. وبيقول أليكس انه وقتها كان بيشتغل في تصميم مواقع على الانترنت، وبيحكي ان ميلاني كانت عميلة عنده وانها كانت محتاجة حد يصمم موقع لمعرض الاساس بتاعها. فبتقول لهم ميلاني ان هو متواضع، وبتقول لهم ان ديريك قدر يصمم خوارزميات جوه الموقع بتاعها، وده بيخلي الموقع بتاع معرضها دايما يطلع في النتيجة الاولى لاي شخص يبحث عن اي معرض اساس. وبتطلب منه ميلاني انه يحكي ازاي عمل كده. في الوقت ده أليكس وشه بيحمر وبيبقى مش عارف يقول ايه، فبيغير الموضوع وبيحط ايده على ايد ميلاني. وميلاني بتستغرب انه ازاي مش فاكر التفاصيل دي، وبتسحب ميلاني ايدها من تحت ايده وبتسالهم حد يشرب حاجه، وبتقوم وبتدخل المطبخ. وبيحس أليكس انه بوظ كل حاجه وبيتضايق، وبيدخل وراها المطبخ وبيعرض عليها انه يساعدها. فبتقول له يعطيها كيس فاضي للزباله علشان ترمي بواقي الاكل. وأليكس بيبدا يدور في المطبخ عن اكياس الزباله وبيفتح الادراج علشان يدور عليها. وميلاني بتكون شايفاه ومستغربه انه ازاي مش عارف مكان الاكياس، وبتبقى مش فاهمه ازاي ينسى مكانها. وهنا بينادي عليهم إليسا وريموند وبيقولوا لهم ان هم هيمشوا. فبتروح ميلاني علشان توصلهم للباب. في الوقت ده بيكون ديريك الحقيقي بيشوف علبه بيتزا على الارض، وبيحاول يسحب برجله علبه البيتزا اللي مشبوك فيها فاتوره الحساب بمشبك. ولما بيسحبها بياخد المشبك وبيفك بيه الكلبش. وبالليل بعد ما الضيوف بيمشوا ميلاني بتسال أليكس هو ليه كان متردد لما كان بيحكي عن يوم ما اتقابلوا، وبيحاول أليكس يتوه وبيقول لها انه ما كانش يعرف ان ده هيضايقها، وبيوعدها ان بعد كده هيبقى يحكي التفاصيل كلها لاي حد يساله. فبتحاول ميلاني توقعه في الكلام وبتقول له هتحكي حتى للخدامه بتاعتنا. فبيقول لها أليكس ايوه حتى الخدامه. وهنا بتتغير ملامح وش ميلاني وبتقول له انهم ما عندهمش خدامه، وبتسيبه وبتنام. وبعدها بيروح أليكس المكان اللي حابس فيه ديريك وبيفتح الاقفال اللي على الباب، وديريك لما بيسمعه بيستخبى بسرعه. واول ما أليكس بيدخل بيهجم عليه، ولكنه بيتفاجئ ان أليكس كان عارف انه ورا الباب. ولما بيساله عرف ازاي بيقول له من كاميرا المراقبه اللي مركبها في المكان. وبيرجعه تاني لمكانه وبيحط الكلبشات في ايده. وبيروح أليكس بعد كده على الشغل وبيقابل المدير وبيعرف ان في شغل مطلوب منه، وان الشغل ده متاخر ولازم ينجزه بسرعه لان ده شغل مستعجل. وبالليل بتكون ميلاني عايزه تفتح اللابتوب بتاع ديريك، ولكن ما بتلحقش لانها بتسمع صوت جاي من بره البيت. فبتخاف وبتبلغ الشرطه. فبيجي لها ضابط وبيفتش المكان، ولكنه مش بيلاقي اي اثار لوجود اي حد دخل. ولكن الضابط بيقول لها ان هو هيعمل بلاغ وهيخلي ضابط الدوريه يراقب البيت لمده 24 ساعه. وبيسالها الضابط عن جوزها هو فين، فبتقول له انه في الشغل، وبتكذب وبتقول انها بعتت له رساله وزمانه جاي. في الوقت ده بيكون أليكس موجود عند ديريك وبيديله لابتوب،
وبيقول له لازم تخلص الشغل ده، وديريك بيقول له انه مرهق وتعبان ومش هيعرف يشتغل، فبيهدده أليكس انه هيقتل ميلاني لو ما خلصش الشغل ده، فبيضطر ديريك غصب عنه انه يوافق. في الوقت ده بتكون ميلاني بتتصل بالبيت بتاع زميل ديريك اللي كان جاي يلعب معاه جولف قبل كده، وبتسأل هل ديريك موجود عندهم ولا لا، ومرات الراجل بتقول لها ان جوزها نفسه مختفي بقاله يومين وانها ما شافتش ديريك بقاله كتير. وبتروح تاني يوم تقعد ميلاني مع صاحبتها اليسا، وبتقول لها ان تصرفات ديريك غريبه، وبتطلب منها انها تراقبه. وفي الملجأ بتاع الايتام بيتفاجئ واحد بالمشرفه بتاع الملجأ وهي ميته وسط الزرع، فبيتخض وبيروح يجري علشان يبلغ الشرطه. في الوقت ده بتكون اليسا فعلا بدأت تراقب أليكس، وبتلاقيه دخل لكافيه وبتدخل وراه وبتقعد على الترابيزه اللي جنبه، وبتسمعه وهو بيتكلم في التليفون مع واحد تاني. وفجأة بيتعصب أليكس وبيقول ازاي لقوا الجثه، وهنا بتسمع اليسا الكلمه وبتتخض. ولما بيمشي أليكس اليسا بتتصل على ميلاني ولكن بتلاقي تليفونها مقفول، فبتسيب لها رساله صوتيه وبتقول لها على اللي سمعته. وبعدها بتروح اليسا على العربيه بتاعتها علشان تمشي، وبيظهر لها أليكس وبيكون ماسك في ايده مسدس، وبيهددها وبيقول لها تركب عربيته، وبيركب في المقعد الخلفي للعربيه، وبيقعد يضحك وبيقول لها انها فاشله في المراقبه والتنكر، وبياخدها على المكان اللي حابس فيه ديريك. وهنا اليسا بتشوف ديريك وبتتفاجئ ان ليه اخ توأم، وبيقعدها على كرسي وبينزل لها كلبشات من السقف، وبيقول لها انه كان مجهز الكلبشات دي لميلاني، وبيسيبهم أليكس مع بعض وبيمشي. في الوقت ده ميلاني بترجع البيت وبتشوف الرسائل اللي على تليفونها، وبتشغل رساله اليسا وبتسمعها. فورا بتروح على مكتب ديريك وبتبدا تدور في المكتب على اي حاجه تفهم منها اللي بيحصل. وفي الوقت ده بيكون ديريك بيقول لإليسا ان هو كان ليه اخ توأم، ولكن ابوهم وامهم ماتوا في حادثه لما كان عندهم 3 سنين، وتربوا هما الاثنين في دار للايتام. وميلاني وهي في المكتب بتبدا تدور لحد ما بتلاقي ملف، وبتلاقي صور لتوأم، وبتلاقي خبر في الجريده للقبض على واحد اسمه أليكس في حادثه سرقه، ولكن الصوره اللي في الخبر صوره جوزها، ومن ده بتفهم ان اخوه التوأم شبهه بالظبط. وفجاه بتسمع صوت أليكس في البيت، فبتخبي الملف بسرعه وبتعمل انها بتاخد الحاجات اللي هتتغسل. وبعد شويه بتتصل على اليسا علشان تطمن عليها، ولكنها بتلاقي تليفونها مقفول، فبتروح لها البيت هي وريموند، ولكن مش بيلاقوها. وبتحكي ميلاني لريموند ان جوزها طلع ليه اخ توأم، وبيروحوا عند الكافيه اللي كانت اليسا بتراقب فيه أليكس، وبيلاقوا عربيتها واقفه بره، وده لان أليكس لما اخدها في عربيته، فبيروحوا علشان يبلغوا الشرطه. ولكن الضابط بيقول لهم ان لازم يمر 24 ساعه على اختفائها، وبعدها هتبدا الشرطه تدور عليها. وبيروح أليكس عند ديريك وإليسا، وبيبان عليه وهو بيتكلم معاهم قد ايه هو بيحسد ديريك على حياته، وبيتمنى يكون مكانه في كل حاجه، وده لان في عيله غنيه تبنت ديريك وهو صغير وعاش سعيد معاهم. اما أليكس فضل في دار الايتام لحد ما كبر، وديريك ما فكرش في مره يسال عنه. وبالليل بيروح أليكس للبيت وبيحس ان ميلاني متوتره ومتغيره معاه، وبتقول له انها عندها انفلونزا، وبتقول له ينام في مكتبه علشان العدوى. وبيقرر يطلع المسدس علشان يقتلها، ولكنه بيتراجع، وبينزل على المكتب وبيغضب من نفسه انه مش قادر يقتلها، وبيحاول يفكر نفسه ان هنا علشان ياخد فلوسهم ويختفي، وان مفيش وقت للعواطف. وبعدها بيطلع تاني لميلاني علشان يتكلم معاها، وبيكون عاوز يتاكد اذا عرفت الحقيقه ولا لسه. وبتلاقي ميلاني على ظهره وشم ومداريه بلزقه للجروح على اساس انه جرح. ولحسن الحظ تليفونه بيرن، فبتستأذن علشان تعمل حاجه تشربها، وبنلاقي اللي بيكلم أليكس في التليفون يبقى ريموند، وبنعرف ان ريموند متعاون مع أليكس، وهو اللي كان بيسهل له كل حاجه. وبيفهمه ريموند ان اليسا بتماطل في توقيع العقود، وان شكلها اكتشفت ان هما بيحاولوا يسرقوا فلوس ميلاني. وبيعرف أليكس كمان بان ميلاني حكت له ان ديريك كان ليه اخ توأم. في الوقت ده ميلاني بتتسحب وبتروح لعربيه ديريك وبتحط فيها جهاز تتبع، وده علشان تعرف هو بيروح فين بالنهار، لانها بدات تشك ان هو اللي ورا اختفاء اليسا. وتاني يوم الصبح بيكون جهاز التتبع رصد المكان اللي أليكس مخبي فيه ديريك، وبتقرر ميلاني ان هي تاخد عربيتها وتروح المكان ده، ولكنها بتتفاجئ بريموند واقف جنب العربيه، فبتقول له ان هي عرفت مكان اليسا، وبتقول له كمان عن الوشم اللي على كتف أليكس انه كان مسجون، وانه اكيد مش جوزها ديريك، لانه جوزها ما كانش عنده وشم في المكان ده قبل كده. ولما بيوصلوا للمكان اللي ظهر في جهاز التتبع، بيطلب منها ريموند انه يدخل الاول وهي تنتظره في العربيه عشان لو في خطر جوه، وبيتصل بأليكس وبيحذروا انهم داخلين للمكان. ولحسن الحظ بتقرر ميلاني تتصل بضابط الشرطه علشان تعرفه العنوان اللي هي وصلت له. وبتنزل ميلاني من العربيه وبتدخل للمكان، وبتتفاجئ بأليكس بيفتح لها وبيستقبلها بابتسامه، وبيكون ريموند واقف ورا الباب بالسكينه وبيقرب علشان يقتلها، ولكن أليكس بيضربه بالنار وبيموته. وميلاني بتستغل ده وبتاخد السكينه اللي كانت معاه وبتخبيها، وبياخدها أليكس وبيدخلها جوه السرداب اللي فيه ديريك وإليسا. وبيحاول ديريك انه يقنع أليكس ياخد فلوس ويسيبهم يعيشوا، لانه في الوقت ده بيحس انه قرر يقتلهم، ولكن أليكس بيقول له انه ما بقاش مهتم بالفلوس، وان كل اهتمامه دلوقتي انه يقتل ديريك، لانه
لانه في الفتره الاخيره كان كل هدفه يخلي ميلاني تحبه ويوريها انه احسن من ديريك، ولكنها للاسف ما حبتوش. فبتقوم ميلاني وتقف قدام اليكس وبتقول له انها غبيه لانها ما قدرتش تفهم من الاول انه مش ديريك، وانها كانت مع اليكس حاسه لاول مره ان حد بيهتم بيها بجد. وبتفضل تقول له كلام حلو لحد ما اليكس بيصدقها وبينزل المسدس، فبتطلع ميلاني السكينه وبتضربه في بطنه. وفي الوقت ده بتوصل الشرطه للمكان وبيقبضوا على اليكس. وبعد كده بتعرف ميلاني ان هي حامل، فبيعمل لها ديريك مفاجاه وبيجمع لها كل اصحابهم وقرايبهم وبيحتفلوا. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الملخص عجبكم، ولو حابين تشوفوا الملخصات اللي هتنزل بعد كده اشتركوا في القناه. وسلام.